السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعيني المحترمين في كل مكان. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. النهاردة احنا في جولة جديدة قوي في الوكالة ورا مستشفى الجلاء، ودي الجولات اللي انا بحبها جدا لان المنبع ده حرفيا مليان اسعار جميلة جدا. افضل اسعار يا بنات، افضل اسعار هي في المكان ده. تمام، انا بفضل اقول كده واكرر كلامي علشان في متابعين جدد بيبقوا لسه داخلين مش عارفين اي حاجه ولا عارفين يروحوا الوكاله اساسا ازاي. فانا احب اديكي كل معلومه صح بما يرضي الله، علشان لما تروحي هناك باذن الله وتشوفي فرق الاسعار تدعي لي ان انا بجيب لك المعنى الصح، وبجيب لك كل الكلام الصح المظبوط اللي هناك من غير اي حاجه خالص. تمام. لو انتي بقى اول مره بتشوفي قناتي اتمنى تشتركي في قناتي، كل يوم بجيب لك عروض جديده. انا عندي 3 قنوات، دي قناه منهم وانا شيرين كمال. القناه دي اسمها الحقي العروض مع شيرين، والقناتين التانيين نفس المحتوى على كل حاجه تخص الوكاله وخبايا الوكاله واسرار الوكاله، هتلاقيها في قنواتي ان شاء الله. بجيب لك كل حاجه، بجيب لك كل الاماكن بكل الاسعار بكل التكات والحركات، علشان اما تروحي هناك ان شاء الله تنزلي على طول على المكان اللي انت عايزاه بالظبط واللي انا بقول لك عليه تروحيه. هتدعي لي، هتدعي لي من قلبك بجد. تمام. قبل ما ندخل بقى على الغميق وقبل ما نخش كده على الكوليكشن، النهارده معانا كوليكشن اطفال حلو قوي عند احمد عميري اللي في الوكاله اللي ورا مستشفى الجلاء. جميل جدا الشاب ده، حاجته حلوه قوي. ده اللي انا كنت مصوره عنده كوليكشن الدريسات اللي عجبكم ام 60 جنيه. وبصراحه دايما اسعاره حلوه على قد الحاجه اللي يعني بياخد حاجه بسيطه قوي على الحاجه، وبتبقى الحاجه عنده نمره واحد. حاجات جميله بالفعل فعلا مش كلام وبس. بصوا مثلا السويت شيرت ده، زي ما قلنا قبل ما ندخل على الغويط نذكر الله، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، نصلي على حضرة النبي عليه افضل الصلاة والسلام. تمام. زي ما انت شايفة كده، وبسرعة بسرعة ندخل على الفقرة بتاعتنا علشان الفيديو ده قصير مش هنلحق نعمل اي حاجة. الفقرة دي ايه للمتابعين الجدد؟ الفقرة دي فقرة تشكرات لكل من كتب لي تعليق حلو على الفيديو اللي فات. ربنا يبارك لكم يا رب. وانا بحب اعمل الفقرة دي واشكر متابعيني بنفسي، واشكر الجداد بنفسي، واشكر كل حد كتب لي كلمة حلوة بنفسي كده في الفيديو. كان معايا ام مؤمن بتقولي تسلم ايدك، عايزين الاسعار على قد الايد كده على طول. حاضر يا ام مؤمن، عينيا الاتنين، وانتي متابعيني الغاليين والله. كان معايا سبا بتقولي ايه الحلويات دي، الفساتين جميله جدا. شكرا شيرين، شكرا ليكي يا حبيبتي على الكلام اللي انتي كتبتيه يا سبا. ربنا يخليكي يا سبا يا قمر. وكان معايا احمد عبد الله، هي تقريبا ام فريده واسماعيل. اهلا بيكي يا ام فريده، ازيك عامله ايه؟ بتقولي حاجات بجد ذوق وشياكه. ربنا يسهل لك كل صعب يا رب. ربنا يبارك لك على الكلام الحلو والدعاء الحلو اللي بتكتبيه دايما يا قمرايه والله. وكان معايا عائشه، اهلا يا عائشه، ازيك عامله ايه؟ ربنا يخليكي على الدعوات اللي دايما بتكتبيها يا قمراي يا قمرايتي بقى. حب عائشه قوي انا. وكان معايا زينة، اهلا بيكي يا زينة. دايما بتكتب لي كلام جميل زينة، ربنا يبارك لها يا رب. وكان معايا رشا علي محمد، اهلا بيكي يا رشا. دايما بتقول لي اسعار حلوة قوي بجد، شكرا لتعبك يا حبيبتي. ربنا يخليكي يا رشروشة يا جميلة، انتي اللي جميلة والله. وكان معايا العاب فلة وياسمينة بتقول لي ما شاء الله احلى جولة، ما شاء الله عليكي يا قمراية. ربنا يخليكي يا حبيبتي ويخلي لي كلامك الحلو. كان معايا ام حماده برضو بتدعي لي، دايما بتدعي لي دعوات حلوه جدا جدا. ازيك يا ام حماده؟ ربنا يخلي اسم محمد ويبارك لك في عمره يا رب، ويكون من اوائل الثانويه العامه باذن الله. وكان معايا ايسل، اهلا بيكي يا ايسل يا جميله. تقول لي روعه بجد، ما شاء الله بجد، يعني انتي جميله فعلا يا ايسل، واسمك حلو جدا جدا. كان معايا سلحفتي المطبخ، اهلا بيكي يا سلحفه. بتوحد الله، لا إله إلا الله، وبتصلي على حضرة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وكان معايا مدام عفاف الجميلة بتقولي يا رب يهنيكي بالفستان وبكل جولاتك، لأني قلت لهم في الفيديو اللي فات إني اشتريت فستان. ربنا يخليكي يا مدام عفاف ويكرمك يا رب. أتمنى أشوفك بإذن الله الجولة الجاية في الوكالة. كان معايا الخياطة أسهل مع أمولة، أهلا بيكي يا أمولة. ربنا يوفقك في المحتوى الجميل اللي بتعمليه.
وكان معايا ايمان جبري بتقولي تسلم ايدك يا حبيبتي، ربنا يزيدك من فضله، ربنا يزيدنا جميعا يا رب يا ايمان، ويجعل دعائك ده في ميزان حسناتك ويتردلك بالمثل واكتر كمان. ربنا يخليكي ليا يا ايمان يا رب. وكان معايا عالم مريم وعمر، دي برضو متابعة جديدة جميلة. اهلا بيكي يا عالم مريم، اهلا بيكي يا مريومة وعمر، او يا ام مريومة وعمر. ربنا يخلي لك مريم وعمر يا حبيبتي يا رب، وتسلمي لي على الكلام الحلو. وكان معايا هدى سيد، اهلا بيكي يا هدى، غبتي عليا شويه بس انتي معايا وعلى طول بذكرك بالخير في كل التعليقات. وكان معايا امال، اهلا يا اموله يا جميله امال ايات، اهلا بيكي يا امل، ربنا يخليكي يا امال، ربنا يخليكي يا امال يا رب. وكان معايا فريده بتقولي ربنا يسعدك، ربنا يسعدنا جميعا يا فريده يا رب، وننول احسن ما نتمنى باذن الله. وكان معايا نوال اللي دايما بتوحد الله لا اله الا الله وبتصلي على حضرة النبي عليه افضل الصلاة والسلام. كانت بتقولي صوتك باين عليه تعبان في الفيديو. فعلا يا نوال كان صوتي فعلا تعبان، والحمد لله يعني ربنا عفى عني الحمد لله. ربنا يخليك يا نوال ويسلم لي سؤالك يا أميرة يا بنت الأمراء، يا أميرة يا جميلة كمان، أنا بحبك قوي يا نوال. وزي ما انتوا شايفين الكوليكشن كله جميل قوي، في بناتي وفي اولادي، وفي كمان يا بنات سن محير كتير زي اللي في ايدي ده. الحته اللي في ايدي دي سن محير، بنوته 12 13 سنه، حاجه حلوه قوي. وكانت عنده الاسعار 50 جنيه. احمد عمير يا بنات ورا ورا مستشفى ايه الجلاء، بالظبط كده، هو واقف في ظهر شركة الكهرباء، تمام، او في الجنب بتاع شركة الكهرباء، لكن هو قدام ظهر مستشفى الجلاء. وانا في الفيديو بجيب الكاميرا برضو على ظهر مستشفى الجلاء علشان تعرفوا توصلوا ازاي. طبعا كلنا عارفين مستشفى الجلاء فين. اول ما توصلوا عند مستشفى الجلاء هتلفوا من وراها بس كده يبقى وصلتوا المنبع ده. وانا سايبه لكم رقمه اهو على الشاشه، وكمان بسيبه تحت الفيديو في التعليق المثبت علشان تكلموه وانتوا رايحين وتوصلوا له على طول باذن الله. تمام. كنت عايزه اقول يا بنات، اللي عايز يروح الوكاله ومش عارف حاجه هناك ومش عارف اي حاجه ومش عارف يوصل ازاي، انا مستعده بعمل كده مع متابعات كتير. بستناكي عند محطه المترو، بوديكي للمكان الصح اللي تشتري منه ايا كان اللي انت عايزه تشتريه، مفيش اي مشاكل خالص خالص. اوديكي للمكان المظبوط اللي تشتري منه باسعار مخفضه وحلوه جدا. دي برضو مجموعه البنطلونات الاطفال دي كانت عامله 50 جنيه، واسعارها حلوه جدا جدا. يعني تقدري تشتري بنطلون وسويت شيرت لابنك خروج ب100 جنيه بس، بدل ما بتروحي الموسكي تشتري الحاجه. على فكره بقوا اوفر قوي في الموسكي، اوفر جدا. وطبعا دي الحاجات مش الواو اللي بالك فيها، هنا بقى بتشتري ماركه وبتشتري حاجه كده، يعني عارفين حاجه كده عليها القيمه. لا انا عندي اشتري من هنا وما اشتريش من الموسكي حاجه. وبعدين عارفين يا بنات لو اسعارهم متهاوده هقول لكن لا، اسعارهم بقت واو جدا، وحطوا تحت واو دي 100 خط، واللي بيروح هناك عارف كلامي ده وهيصدق. شفتوا ده مثلا مستورد شيك جدا. واحنا في اخر الفيديو، اتمنى تكون فيديوهاتي بتعجبكم خفيفه على قلوبكم. تنسونيش يا بنات في اللايك والشير، شيروا لو عايزين تخدموا شيرين فعلا، شيروا الفيديو لاصحابكم واخواتكم عشان قناتي تكبر بسرعه باذن الله. وكمان اهم حاجه قبل ما تخرجي اللايك، ولو عايزه تشتركي هتبقي على راسي من فوق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.